لي حاجة. فخلينا كده بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم عن البندول من البداية. يعني أصلا إيه هو البندول؟ البندول هو أداة عبارة عن إيه؟ أي أداة، أي حاجة علقة، أي حاجة ذات ثقل متعلقة في حبل بتسهل لي التواصل مع حاجتين. البندول هو أداة تواصل مع حاجتين، أول حاجة عقلي الباطن، تاني حاجة الطاقة. فهو لا يحمل أجوبة في نفسه، يعني البندول مش هسأله حاجات فهو البندول هيجيب لي إجابتها، هو مش هيجيبها من حتة، لكنه هيجيب لي إجابتها من عقل الباطن، أو هيجيب لي إجابتها من الطاقة نفسها. فهو كأنه لغة أو مترجم. خلينا نعتبر إن البندول ده مترجم، بيترجم لي لغة عقل الباطن اللي أنا مش قادرة أفهمها. يعني لو أنا ما عنديش القدرة على التواصل مع عقل الباطن، اللي هيديني القدرة دي او اللي هيساعدني افهم كأنه وسيط بيني وبين عقل الباطن، هيديني لغة افهم منها عقل الباطن، وفي نفس الوقت هو وسيط بيني وبين الطاقة. لو انا مش قادرة افهم لغة الطاقة، فهو كأنه مترجم، بيترجم لي لغة الطاقة، لكنه بيترجمها لي في صورة بسيطة، في اجابات بسيطة. يعني انا برضو هيكون الدور الاساسي عليا، الدور الاساسي عليا في طبيعة السؤال، لانه اجاباته بتتكون من 3 اجابات: لا، محايد او مش عارف. فلازم يكون انا سؤالي من الاساس هو سؤال واضح، وانا عارفه انا بسأل في ايه. لكن انا لو داخله في حاجه مجهله او حاجه انا مش فاهماها، فبالتاكيد او في الغالب الاجابه مش هتكون اجابه سليمه. فلازم برضو الدور الاساسي اكون انا عارفه انا عايزه ايه، واكون انا عارفه انا هسال في ايه. ده انا لو هستخدمه في الاسئله، بس حتى لو هستخدمه في العلاج، فالعلاج بالنسبه لي هو برضو رحله معرفه. انا عايزه الاول اعرف انا الوضع دلوقتي عندي ايه، نوع الطاقه اللي موجوده ايه، طب نوع المشكله، حتى لو مشكله صحيه اساسها شعوري ولا اساسها عضوي ولا اساسها صدمه. كل دي حاجات انا بالنسبه لي مش عارفاها، لكن مين هيساعدني فيها؟ مين هيساعدني اولا في التواصل مع عقل الباطن بتاعي او بتاع العميل، ثانيا في التواصل مع نوع الطاقه. يعني انا بسأل سؤال: هي دي صدمه؟ هل هي صدمة شعورية، صدمة طفولة، صدمة كذا؟ دي حاجة أنا مش هعرف وجها لوجه. العميل مش عارف يقول مش عارف. ايه علاقة اصلا وجع كتفي بصدمة؟ وايه علاقة الطفولة وانا كبير دلوقتي؟ يبقى كأنه هو العميل مش عارف يرد، او هو مش عارف يتواصل مع نفسه، او انا نفسي مش عارفة اتواصل مع نفسي. فهيروح هو يتواصل مع عقل الباطن ويقول لي من خلال اسئلتي انا ليه الاجوبة: اه والله دي صدمة. عرفت الإجابة منين؟ أنا عارفة الإجابة، أنا أصلا كل صدماتي مسجلة عندي، مسجلة في هالتي. فكل إجابات كل أسئلتي موجودة، لكن أنا مش عارفة أفسرها. فكأنه بيوجد لي لغة، بيفك لي شفرة لغة أنا مش عارفة أوصل لها، لكنه هو لوحده ما عندوش معلومة. يعني هو البندول كبندول هي أداة ما عندهاش معلومة. فلو أنا اتعلمت ألف يمين وألف شمال، يعني لو برمجت البندول لكني ما عنديش الفهم للطاقة وما عنديش الفهم لطريقة العلاج بالطاقة، أنا مش عارفة أعمل بيه حاجة. ما عنديش الفهم لطريقة السؤال الصح والسؤال الدقيق اللي هيديني إجابة صح، يبقى أنا هوصل منه هيبقى كأني ماسكة وسيلة تجهيل، حاجة بضحك بيها على نفسي. طيب طيب اه طيب ايه وسيلة السؤال الصح، او هوصل ازاي للسؤال المظبوط اللي هيديني اجابة دقيقة او اجابة صحيحة؟ ده يعني يتعلق بكذا حاجة او معتمد على كذا حاجة. اول حاجة انا اللي بسأل المامي بالموضوع عامل ازاي، قوة ووضوح طاقتي وقوة ووضوح طاقة الحاجة اللي أنا بسأل عليها. يعني ممكن أكون بسأل على حاجة هي فعلا طاقتها ضعيفة، فهتكون الإجابة دايما مش واضحة. انا نفسي اكون واضح، يعني الموضوع كده كاني عامله له خريطه في دماغي. فانا عامله له خريطه في دماغي، عايزه اعرف منه كذا، عايزه اوصل منه لكذا. كل ما انا كنت اكتر اهدافي اكتر وضوحا من الاسئله او من استخدامي للبندول ليه، كل ما هوصل لاجوبه هي اكثر وضوحا واكتر يعني واسهل. يعني هوصل بطريقه، خلينا نقول بطريقه اسرع، وهوصل لاجوبه صحيحه. لكن لو انا عايزه انا نفسي ليا تأثير، انا عايزه ايه، نفسي الاجابه تيجي على هوايا، او انا ليا هوا. لو انا ليا هوا نفس في السؤال اللي بسأله، يبقى انا هعرف يعني تماما
ان الاجابه هتكون غلط. فلازم اكون انا نفسي عندي قدر من الحياد وقدر من التحكم في نفسي ومن التحكم في رغباتي وانا بستخدم البندول. يعني برضو لازم ابقى عارفه انا بستعمله امتى. طب انا لو حسيت في وقت ان انا الموضوع اللي انا عايزه استعمل البندول فيه ده انا هموت عليه، لا هفطس ويحصل مثلا، او هفطس والموضوع ده يجي على هوايا، ما اسالش ما استعملوش خلاص. يبقى في الوقت ده انا غير جاهزة اني اوصل لاجوبة على سؤالي، او انا غير جاهزة اني استخدم البندول عشان اوصل للي انا عايزاه، لانه مش هيوصلني للي انا عايزاه، هبقى بضحك على نفسي وانا مش محتاجة اني اضحك على نفسي. طيب البندول بقى ممكن استعمله في ايه؟ انا قلت بستعمله في التواصل مع عقلي الباطن. طب ممكن يفيدني في ايه غير انه يديني اجوبه؟ خلي بالكم ان عقل الباطن عنده تفسيرات. يعني في امور زي في الاحلام كده، يعني ساعات الواحد بيحلم بمشكله بيحلها فيجي له الحل وهو نايم. عقل الباطن عنده معلومات، عنده كم كبير من المعلومات، وعنده اجابات وعنده حلول لحاجات انا واعيا مش لماها. يعني ساعات عقل الباطن عنده حلول ومتستف وعاقل كده، وعقلي الواعي شوشره 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 ورغي كتير. فلو انا سكت الشوشره بس بتاعت عقلي الواعي وتواصلت مع عقلي الباطن، اولا هعرف نفسي كويس، ثانيا هعرف احل كتير من مشاكلي. فكأني هقدر اوصل لعقل الباطن ده المغارة دي واعرف هي جواها ايه. وبعدين كمان عنده مشاكل متعلقة بعقله الباطن، عنده مشاكل يعني متعلقة بصدماته، متعلقة بحاجات متخزنة لكنه مش قادر يتواصل معاها. فميزة البندول ان بيديني الطريقة اللي هتواصل معاها، فاقدر احل مشاكلي، هقدر اعرف صدماتي القديمة دي واتواصل معاها ازاي. آه ايا كان شغلي، على عقل الباطن من الحاجات اللي هتساعدني فيها جدا، من الادوات القويه جدا هي البندول. لو ما كنتش انا بقدر اتواصل مع نفسي، او حتى لو انا بقدر اتواصل مع نفسي، ممكن وقت من الاوقات يبقى عندي دروب، عندي استنزاف. البعض بيعمل تمارين تنظيف طاقي كتيره جدا لدرجه انه يحصل له انهيار. ففي الحاله دي هيكون الاداه المناسبه او الاداه الانسب في الوقت ده هي البندول، هيساعدني في الوقت ده. طيب البندول في الطاقة بقى، يعني أنا خلاص أنا عرفت إني بتواصل منه مع العقل الباطن، بتواصل منه كمان مع الطاقة. طب بعمل فيه ايه؟ يعني ايه قدرته في التواصل مع الطاقة؟ يعني هيقول لي ايه لما بتواصل بيه مع الطاقة؟ اولا هيقول لي نوع الطاقة. يعني احنا كتير بنبقى قاعدين محتاسين، هو دي طاقة ايجابية، دي طاقة سلبية، طب المشكلة اللي انا فيها دي سببها ايه؟ فاول حاجة بيديني وعي بنوع الطاقة اللي أنا موجود فيها، فأنا بعرف منه هل الطاقة دي إيجابية ولا سلبية. أول حاجة يعني أول كلام. تاني حاجة، لو الطاقة دي سلبية بقدر من خلال البندول أنضفها، من خلال حركات البندول واهتزازاته اللي بتأثر على ذبذبات الطاقة فبتقدر تغيرها. فلو في طاقة سلبية هقدر من خلال البندول أنضفها. دي الاستخدامات البسيطة ليه. طيب لو في طاقة مش سلبية، طاقة ضعيفة، هنتكلم ان في الوقت ده خلاص انا نظفت الطاقة السلبية، بس انا في الوقت ده انا محتاجة طاقة ايجابية في المكان في نفسي، فبقدر اشحنه بطاقة ايجابية. فهو بالنسبة لي في تعاملاتي مع الطاقة اولا بيقول لي ايه هي الطاقة، يعني ايه نوع الطاقة اللي انا موجودة فيه، وتأثيراته عليا ايه من خلال برضو اسئلتي. تاني حاجة، طب لو طلعت طاقة سلبية بنضفها، بقدر من خلاله انضف الطاقة السلبية دي. ولو طلعت طاقة محايدة او طاقة ضعيفة وانا محتاجه طاقه اقوى، فبقدر من خلاله ان اشحنها. فبيقدر يساعدني في رينج كتير من المساعدات تتعلق بالطاقه، وبيحل لي حاجات كتيره انا مش فاهماها او انا واقفه فيها في حته الطاقه. طيب ايه وظايفه بقى؟ يعني احنا عرفنا انه اول حاجتين بيعملهم انه بيساعدني اتواصل مع عقلي الباطن واتواصل مع الطاقه. ايه كمان وظايفه او الناس كانت بتستعمله في ايه؟ وظايفه البدائية جدا ان اسأل عندي سؤال عايزة اعرف اجابته، فالاجابة تقول لي اه، او السؤال يقول لي اجابته لا، فانا عايزة اجابة. مثلا طاقة الاجندة ايجابية، فانا مبرمجاه يفترض، فبيقول لي اه خلاص، فانا عرفت اجابه السؤال بتاع طاقه الاجنده، فاداني اجابه واضحه. فبدل ما انا مثلا حاسه بطاقه سلبيه حواليا فشكيت في الاجنده، فابتدي بنحي مثلا العناصر اللي انا شاكه فيها، فقال لي لا والله دي الاجنده ايجابيه. لا ده الموبايل هو اللي سلبي، قال لي ان طاقه الموبايل سلبيه. انا بسال في الحاله دي، هو مش هيقول لي من نفسه، انا بحطه عند الموبايل وبسال طاقه الموبايل ايه، فبيقول لي طاقه الموبايل سلبيه. فده اول استخدام بدائي جدا ليه او اساسي. بيقول لي اه او لا، بيقول لي اجوبه على بعض الاسئله. تاني حاجه، زمان كانت الناس بتستخدمه في البحث عن الاشياء. يعني الاستخدام البدائي جدا ليه
كان في التعدين، في الصحراء كانوا بيبحثوا عن المية، يعني هل في ابار او لا، في احجار معينه لحد النهارده على فكره لسه بيدوروا بيه على الميه في الصحراء، ولسه لحد النهارده بيدوروا بيه على المعادن. فما زال بيستخدم هذا الاستخدام. احيانا كمان بيستخدم في البحث عن الاشياء، انا ضايع مني حاجه فابتدي ادور عليها في الخريطه مثلا، خريطه المكان، او بدور عليها جوه بيتي، انا بمشي بالبندول وبدور على طاقه الحاجه اللي ضايعه مني. فدي من الحاجات اللي انا بستخدمه فيها، او دي من الاستخدامات الاساسيه اللي بيستخدم بيها البندول. حاجه كمان زي ما كنت لسه قايله، انه بيغير لي الطاقه. فلو انا عندي طاقه سلبيه، انا الاول بساله بعرف الطاقه دي ايه. طب طلعت سلبيه بيساعدني في تنظيفها. طب طلعت ضعيفه وانا عايزه اشحن طاقه ايجابيه، فبيساعدني في شحن الطاقه الايجابيه، فساعدني في كذا حاجه. فبقدر استخدمه في كذا حاجه. طيب، آه فخلينا نقول ان دي الاستخدامات البسيطة، بعض الاستخدامات البسيطة للبندول. ايه كمان بقى استخدامات للبندول؟ بستخدمه في العلاج، في العلاج بالطاقة بالتأكيد. وعشان افهم انا بستخدمه في العلاج بالطاقة ازاي، لازم افهم اولا ايه طبيعة المرض من وجهة نظر الطاقة. المرض من وجهة نظر الطاقة هو انسداد طاقي، بلوكج. الطاقة السلبية بتعمل حاجة شبه طوبة. هي مش طوبة، بتبدأ من حجم زلطوطة صغنططة وتكبر لحد ما تبقى طوبة. الطوبة دي بتقف في المسارات، بتقف في انسيابية الطاقة في الجسم. فالطوبة دي لما تقف ابتدت زلطة صغننة كده، سواء بقى طاقة سلبية، مشاعر، طاقة صدمة، طاقة عادات سيئة، لايف ستايل سلبي، وبقت موجودة. كررت السلوك، كررت المشاعر، كررت الافكار السلبيه، ابتدت الزلطه الصغننه تكبر 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 لحد ما بقت حاجه كبيره. اول ما بتبقى بلوكج كبير، انسداد طاقي كبير، خلاص حصل خلل كبير في الطاقه. يفترض ان الطاقه بتمشي فلو زي الدم بالظبط، زي ما الدم والسوائل بيمشوا في جسمي كله، الطاقه بتمشي في جسمي كله، الى ان يحصل، هي تشبه شويه، يعني لا قدر الله، تشبيه الجلطات اللي بتحصل في الشرايين. هو المفروض الدم ماشي في الشريان، ده الطبيعي بتاعه. لما بتحصل الجلطة بيحصل المرض الشديد، بيحصل بقى الأزمة القلبية، بيحصل لا قدر الله أيا كان بقى مكانها ايه، فبتحصل المشكلة الكبيرة. ده نفس اللي بيحصل في الطاقة، هي بلوكج طاقي، كل ما يكبر يحصل لي أزمة. ولو حصل البلوكج الطاقي، يعني في البداية ممكن يسبب لي ايه؟ اني متضايقة، حاجات اهداف مش قادره اوصل لها، حاجات مشاكل في حياتي مش عارفه احلها، زاد وتجاهلتها، زاد وتجاهلتها، الى ان يسبب لي مرض عضوي فعليا. بحله ازاي بقى؟ بعالجه ازاي؟ العلاج في الطاقه بيتم ازاي؟ زي ما البلوكج ده او الطاقه السلبيه الكبيره، الطوبه السلبيه دي اتكونت بالتدريج، انا كمان بفتتها بالتدريج. بفتتها ازاي؟ بكسرها ازاي؟ بكسرها بطاقه ايجابيه. ببتدي انظف مكانها وابتدي ادخل لها طاقه ايجابيه، وده الدور اللي هيقوم بيه البندول في الحاله دي. فانا بقول له فين الطاقه السلبيه بتاعه المرض الفلاني، فبكتشف انها موجوده في المكان ده مثلا. فابتدي انظف انظف انظف، افتت الطاقات السلبيه وادخل طاقه ايجابيه تزحها. فمن اول مره هشتغل عليها، فبدل ما هي الطوبه قد كده هتصغر شويه، فهاجي تاني مرة اشتغل عليها فتصغر شوية، وهكذا الى ان تنتهي تماما. طبعا الموضوع ده ليه حاجات كتير، يعني ليه بقى متعلق بامور كتير، يعني جزء يتعلق بيا انا كمعالج، وجزء يتعلق بالعميل، انا لايف ستايلي عامل ايه. طب انا المشكلة دي حصلت لي من التوتر، انا متبني نمط حياة متوتر، فانا هاجي اعمل الجلسات وزي الفل، وانا اشيل الطاقة السلبية ونشحن طاقة ايجابية وفل الفل، لكن انا لسه متمسك بنمط حياتي المتوتر. فبدل ما انا كان النتيجة هتبقى 100%، كأني باخد مسكن بقى. فبدل ما انا بعالج، لا انا بسكن. فبدل ما الطوبة كانت عامله لي أزمة قلبية، لا الطوبة مش هتعمل لي أزمة قلبية، لكني هفضل تعبان. فبرضه في جزء عليا يعني أساعد في نفسي جنب جنب الجلسات، او جنب دور البندول، او دور ايا كانت جلسات العلاج بالطاقه اللي هستعملها. ففي الحاله دي انا دور البندول معايا بيشيل بيساعدني في تفتيت الطاقات السلبيه، وبدخل مكانها طاقات ايجابيه. طاقات ايجابيه تعمل تشافي، تعمل تبديل، طبطبه كده على المكان اللي كانه متعور ده طاقيا، بدخله طاقه ايجابيه تهدي،
تهدي اثر التعوير الطاقي. فدي من الحاجات اللي كمان بيقوم بيها، او ده التكنيك من التكنيكس اللي بيشتغل بيها البندول. خلينا نقول ايه كمان. طيب الكورس بتاعنا بقى هناخد فيه ايه كمان، او الكورس بتاعنا بتاع طاقة البندول فيه جزء مهم جدا متعلق بتنظيف طاقة المكان. هي مش مجرد بقى انا همشي بالبندول كده انظف اي طاقة. الميزة في الكورس بتاعنا احنا بنعرف اصلا ايه انواع الطاقات السلبية اللي في المكان، وبتتكون ازاي، واقدر انضفها ازاي بشكل ما يرجعش تاني. فدي من الحاجات الاساسية، اني انضفها بشكل ما يرجعهاش تاني، بالاضافة اني اشحنها بطاقات ايجابيه تاثر عليا انا. فبدل ما انا طول الوقت حواليا طاقات سلبيه، لا انا عايزه طول الوقت يبقى حواليا طاقات ايجابيه تساعدني تدعمني. وكمان هعرف ايه اصلا الطاقات الايجابيه الطبيعيه. احنا زي ما بنقول في طاقات سلبيه طبيعيه موجوده، ليها تاثيرات مثلا من طاقه الارض، تاثيرات بقى من الطاقات السلبيه الحاجات اللي حوالينا. زي ما في حاجات ليها تاثيرات سلبيه حوالينا، في حاجات تانية ليها تأثيرات إيجابية بتأثر علينا. فبرضه هنعرفها واعرف استفيد منها ازاي، يعني استفيد من الإيجابي زي ما أنا بحمي نفسي من السلبي. حاجة كمان خلينا نقول بقى عن الكورس بتاعنا لمين. لو أنا عايزة أتعلم بندول عشان لا وبيحبني وما بيحبنيش، فده مش مستاهل إني أخد له كورس. يعني دي حاجة بسيطة مش محتاجة خالص إن الواحد كورسات. لكن لو انا عايزه اتعلم بقى اساعد نفسي، عايزه اتعلم اساعد الاخرين، ومنهجيه العلاج، لان برضو انا بشوف ناس مش ما درستش طاقه خالص، او ما درستش بندول وبتعمل جلسات. ال- العلاج بالطاقه ليه منهج، والتاثيرات اللي هعمله في والتأثيرات اللي هعمله في الجلسة دي مهمة جدا تكون شغالة صح. مهم جدا أكون فاهمة طاقة، فاهمة الجهاز الطاقي كويس علشان ما يعملش معايا حاجة غلط. فمهم جدا، يعني أنا بشوف إن مهم جدا الواحد يتعلم، ومهم جدا أكون عارفة أنا بعمل إيه وما غلطش إزاي عشان ما يأثرش على الناس بشكل عامل إزاي. فدي حاجات مهمة جدا.